بقى كده لمّا أقول لكم على أحلى طريقة للقشطة الكدابة اللي نعملها في البيت، تستخدموها بقى للبسبوسة المحشية، للكنافة المحشية، لكمان صينية الجلاش، لأي نوع من أنواع الحلويات اللي أنتم تحبوها، وطريقة سهلة وطعمها مميز جدًا. هاجيب 3 كوبايات من الحليب، يُفضّل يكون حليب طبعًا كامل الدسم، وكمان 3 معالق كبار من النشا، وزيّهم 3 معالق كبار من الدقيق. ما تستغربوش الدقيق بيدّي نعومة جدًا للقشطة، وحوالي كمان ربع كوباية من السكر، أنا باحب أحط سكر بيخلّي فعلًا طعمها حلو، حتى لو إحنا حطينا شربات السكر مش بيكون كتير، بس فعلًا بيدّي طعم مميز. وهانزل كده بالفانيليا بعد أمّا أقلّب كل المكونات على البارد، وبعدين أرفعهم على النار كده مرّة واحدة لحد ما يبقى القوام عندي كريمي كده وناعم وجميل. المكون بقى السحري اللي هيخلّي القشطة بتاعتنا الكدابة كده أو الكريمة الكدابة بتاعتنا في حتة تانية خالص، هو علبة قشطة. يعني استخدموا أي نوع علبة قشطة من اللي أنتم عايزينه، مش موجود القشطة اللي أنا استخدمتها زي ما أنتم شُفتوها كده في الفيديو، حطّوا كوباية من القشطة البلدي، يا سلام عليها وعلى طعمها. طعمها فعلًا بيبقى خطير وتحفة ويجنن وطعم غني جدًا، ما فيش لا ده ولا ده. حطّوا كوباية من الكريمة اللباني، وده بيكون قوامها استخدموها في كل الحشوات.